راديو جونيس حاجب العيون توجور لجون. راديو جونيس حاجب العيون توجور لجون. ارجعاش اسمعها وما تنساهاش. ارجعاش راديو جونيس حاجب العيون. سيد معتمد حاجب العيون، سي حافظ كان تحكي لنا على إشكالية الماء اللي تم على إثرها اعتصام أهالي بعض الأرياف كما دار الخريف، المناسة، العنيزات، الربيحية. مرحبا بكم. الإشكالية اللي صارت اليوم الصباح هي في خصوص جمعية عنساسي. جمعية عنساسي للتذكير هي جمعية فيها بارتي سقوي وبارتي مأساة للشراب، ونفس الترانسفور للأسف يعني كيف هو فلاح ولا عدد من الفلاحة ما يخلصوش وقت اللي تقص ستايق الضوء تقص على الناس الكل بما فيهم الناس الخالصة. للأسف هذا قاعدين نسعوا باش كل السقوي يبدا عنده ترانسفور وحده والمأساة للشراب يبدا عنده ترانسفور واحد. هذا إن شاء الله في المجال بعيد شوي قاعدين نسعوا عليه. اللي صار اليوم ناس تقول اللي هي عطشانة من نهار الخميس، أنا في الحقيقة نلقي باللوم على المواطنين في النقطة هذه بالذات. أنا ما علمت كذا اليوم الصباح اللي الناس هذه عطشانة من نهار الخميس نخدموا وجمعة نخدموا. هذه النقطة الأولى. وإحنا بلغوني أنا اليوم عندي اجتماع في ولاية القروان، بلغني الشيء هذا وبلغني للمواطنين المجتمعين في المعتمدين كلمة حق تقال. يعني إنسان عطشان ما عندك مهما يكون ردة فعله لازم نقبلوها بكل روح رياضية. اتصلنا بسي الهاشمي عواسة رئيس اقليم ستاد، حضر معنا، اجتمعنا بحضور السيد الوالي بحضور رئيس منطقة الشرطة وحكينا في الموضوع. اجتماع مطول شوي، ناقشنا خاطر للأسف جمعية عنساسي بالذات أكثر من مرة وهما يعرفوا، رئيس الجمعية يعرف اللي دخلنا لهم باش يرجعوا لهم الضوء. سي الهاشمي عنده إدارة عامة تحاسب فيه وتراقب فيه، تعرف الناس الكل تو فان داني والناس الكل تحب تسكر حساباتها. للأسف حتى هما راهمش يعني مجبورين يلقوا رواحهم ما نجموش يوفوا بالالتزام اللي يلتزموه مع ستاك. حكينا وصلنا والحمد لله الحل باش يرجع الضوء اليوم العشية إن شاء الله بحول الله يرجع الضوء، على أساس أنه هو تو ملتزم رئيس الجمعية أنه مع كل فاتورة تاع شهر يعطي 1000 دينار من الدين القديم للتذكير. الجمعية هذه الموجودة تو دخلت على الجمعية وثم دين 25,000 دينار دخل بالذمة، وتو حاليا ثم ما يقارب 15,000 دينار. يعني كمامة للجمعية خدمت 10,000 دينار في ظرف وجيز، تعتبر إنجاز باهر ومش خايب. لكن للأسف الشهر اللي فات نذكر الترومبا تاع السنتاج هذايا تحت أمبان بقى شهر كامل ما خدمش، وهذاك علاش احنا دخلنا الشهر اللي فات وتفهم سي الهاشمي مشكور ورجع لهم الضوء. التزموا على مع كل فاتوره نعاود باش يخلصوا 1000 دينار من الدين القديم. للاسف الشهر هذايا ما نجموا نشوفوا بالالتزام تاعهم. نكون فلاحه ما خلصتش، انا مازلت ما اجتمعتش برئيس الجمعيه باش نفهم الوضعيه مليح. على كل حال ملخص الحديث انه الضوء باش يرجع في انتظار انه الجمعيه تلم المبلغ المدخل بالذمه، مش على 15,000 دينار، 1000 دينار اللي هم مطالبين بها في الشهر هذا. هذا اللي وعدنا به سي هاشم عواسي. واضح، شكرا.